اشترك في قناة عائلة الوداد باش توصل بآخر أخبار الوداد. إعجاب وتعليق غادي تدعمني بزاف للاستمرار. ومباشرة إلى الخبر. هو قرار إحالة اللاعب هشام بوسفيان وزهير المترجي على اللجنة التأديبية ديال الوداد، هذا بعد ما رفضوا الامتثال للمدرب فوزي البنزرتي. اللاعبين غيمتثلوا أمام اللجنة التأديبية نهار الخميس بمركب محمد بن جلون باش يتم اتخاذ القرارات المناسبة في حق اللاعبين. فهشام بوسفيان غادي يتم إحالته لعدم انسياق التعليمات ديال البنزرتي ملي بغى يغيروا، ولكن هو رفض التغيير وبغى يكمل المباراة ضد قرار البنزرتي. كما أن زهير المترجي عبر على الغضب ديالو بسبب أنه ما تمش الاعتماد عليه في هذه المواجهة هذه. ردة فعله كانت أنه ضرب قرعة ديال الماء برجلو قدام البنزرتي وبعدها غادر الملعب ورجع تاني لدكة البدلاء. وقال المدرب فوزي البنزرتي بعد نهاية المقابلة: حنا كنلعبوا تحت ضغط كبير في الفترة الأخيرة، ما كانش عندي الوقت الكافي لتحضير الفريق، بالإضافة لأنه كاين بعض اللاعبين مصابين بحكم كثرة المقابلات في الفترة اللي فاتت. وزيد كمل: كاين بزاف الاشياء المتعلقه بالانضباط كتوقع داخل غرفه ملابس الوداد. هذا البلان اول مره كنعيشه في حياتي طوال مسيرتي التدريبيه. الامور في غرفه ملابس الوداد ماشي هي هذيك، وهذا الشيء اللي غيفرض عليا انني نغادر.